عزيزي المستمع، صباح الفل أو مساء البهجة على حسب ما بتسمعنا دلوقتي. رجعنا لك عشان نعيش مع بعض دقايق من البهجة والروقان والغموض والأسرار، بعيد عن زحمة الحياة وملل الروتين اليومي. انسى كل الهموم والضغوط، وأهلاً بيك معانا في حلقة جديدة من نسمة صوت. في يا عزيزي وصفات في الدنيا دي بقت أشهر من رؤساء الدول وأغلى من كنوز توت عنخ آمون، وصفات اتحولت لأسرار حربية بتتحفظ في خزنات متحصنة جوه بنوك، ومحدش يعرفها كاملة غير 2 أو 3 في العالم كله. واحدة من أشهر وأغمض الأسرار دي هي الخلطة السرية بتاعة كوكاكولا اللي بيسموها التركيبة 7X. تخيل معايا إن ورا طعم الكوكاكولا اللي انت بتحبه ومتعود عليه حكايات تانية خالص محدش بيتكلم عنها كتير. حكايات عن صيدلي كان بيدور على دواء للصداع والتعب، فاخترع بالصدفة أشهر مشروب في العالم. حكايات عن إن الوصفة الأصلية دي كان فيها مكونات ما ينفعش تتقال دلوقتي، ويمكن تكون هي سر نجاحها الأولاني. وحكايات عن حروب طاحنة بين كوكاكولا وبيبسي، حروب فيها كل حاجة، تجسس وخطط تسويقية شيطانية وإعلانات بتكسر الدنيا. النهاردة في نسمة صوت هنفتح ملف كوكاكولا السري، مش عشان نعرف الوصفة، لأ، عشان نعرف الحكاية اللي ورا الوصفة. هنشوف إيه حكاية الكوكايين اللي كان في الوصفة الأصلية، وإيه سر الخلطة 7X اللي محدش عارفها، وإزاي كوكاكولا قدرت تغزو العالم كله وتتحول من مجرد مشروب في الصيدلية لرمز من رموز الثقافة الأمريكية والعالمية. استعد لرحلة هتغير نظرتك لأشهر إزازة في العالم، رحلة فيها أسرار ومؤامرات وحقائق هتصدمك. علشان نفهم حكاية كوكاكولا لازم نرجع بالزمن لورا قوي، لسنة 1886 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. الفترة دي كانت فترة صعبة، أمريكا كانت لسه بتتعافى من آثار الحرب الأهلية المدمرة، وناس كتيرة كانت بتعاني من الإرهاق والتعب والصداع والإدمان على المورفين اللي كان منتشر بين الجنود المصابين. وسط الجو ده كان في صيدلي اسمه جون بيمبرتون. بيمبرتون ده كان جندي سابق في الحرب الأهلية، واتصاب وتعود على المورفين، فكان بيحاول يخترع أي دواء أو منشط يساعده ويساعد الناس تتخلص من الإرهاق والتعب ده. بعد تجارب كتير عزيزي المستمع، بيمبرتون قدر يوصل لخلطة غريبة. عمل سيرب، شراب مسكر لونه بني غامق. مكوناته الأساسية كانت مستخلص من ورق الكوكا اللي بيتعمل منه الكوكايين، ومستخلص من جوزة الكولا اللي مليانة كافيين، ومن هنا جه الاسم كوكاكولا. في الأول بيمبرتون كان بيبيع السيرب ده في الصيدلية بتاعته كدواء منشط للأعصاب وللمخ، وكان بيخلطه بمية عادية، لغاية ما في يوم من الأيام بالصدفة البحتة واحد من المساعدين بتوعه بدل ما يخلط السيرب بمية عادية خلطه بمياه الصودا أو المياه الغازية. الزبون اللي داق الخلطة الجديدة دي اتجنن بيها، قال إن طعمها أحلى بكتير وفيها لسعة كده بتفوق وتنعش. ومن هنا اتحولت كوكاك أولا من مجرد دواء لمشروب مرطب، وبدأت تتباع في الصيدلية ب5 سنت للكوباية. لكن يا عزيزي، برغم إن المشروب كان طعمه حلو، إلا إنه في الأول محققش نجاح كبير. بيمبرتون ما كانش رجل أعمال شاطر، وكانت صحته تعبانة ومصروفاته أكتر من إيراداته، فقرر إن يبيع حصص من شركته لناس مختلفة، لغاية ما في الآخر باع الجزء الأكبر من الوصفة والشركة لواحد هيغير تاريخ كوكاكولا للأبد. الراجل ده كان اسمه آسا كاندلر، رجل أعمال وصيدلي تاني.
كان عنده رؤية مختلفة خالص. كاندلر اشترى حقوق كوكاك بالكامل سنة 1888 بحوالي $2300 بس. تخيل، وهو اللي حولها من مجرد مشروب محلي بيتباع في صيدلية لإمبراطورية عالمية. كاندلر كان عبقري تسويق، بدأ يعمل إعلانات في كل حتة ويوزع كوبونات مجانية عشان الناس تدوق المشروب، وحط لوجو كوكاكولا المميز على كل حاجة. ساعات تقاويم وصواني خلى اسم كوكاكولا قدام عينين الناس طول الوقت. والحركة الأذكى اللي عملها إنه بدل ما يفضل يبيع المشروب كصبة في المحلات، وافق إنه يبيع حق تعبئة كوكاكولا في إزاز لرجال أعمال تانيين مقابل $1 بس. $1 مقابل إن يسمح لهم يعبوا المشروب في إزاز ويبيعوه في كل حتة في أمريكا. القرار ده كان ثورة، وخلى كوكاك توصل لكل بيت وكل محل في أمريكا بسرعة البرق. نيجي بقى للسؤال اللي محير الملايين عزيزي المستمع: هل فعلاً كان في كوكايين في كوكاك أولا الأصلية؟ الإجابة يا صاحبي بشكل قاطع هي نعم. الوصفة الأصلية بتاعت جون بيمبرتون كانت بتحتوي على كمية صغيرة من الكوكايين المستخلص من ورق الكوكا، وده كان واحد من أسباب تسويقها كمنشط للأعصاب ودواء للصداع. في الوقت ده الكوكايين ما كانش لسه مجرم قانونياً، وكان بيدخل في تركيب أدوية ومشروبات كتير. لكن مع بداية القرن العشرين، ومع زيادة الوعي بأضرار الكوكايين وإدمانه، ومع تزايد الضغط الشعبي والقانوني، شركة كوكا أولا اضطرت لتغيير الوصفة. حوالي سنة 1903 شالوا الكوكايين الفعال من الخلطة، وبقوا بيستخدموا مستخلص ورق الكوكا منزوع الكوكايين عشان يفضلوا محافظين على النكهة الأصلية. الشركة لغاية النهاردة بتنفي إن كان في كوكايين بالمعنى الحرفي، وبتقول إن الكميات كانت ضئيلة جداً، بس الحقائق التاريخية بتأكد وجوده في الوصفة الأولى. أما بالنسبة للخلطة السرية 7X فدي قصة تانية خالص. كاندلر عشان يحافظ على سرية الوصفة قال إنها سر حربي، وإن في 7 مكونات أساسية 7X محدش يعرفها غيره هو وشريكه بس. ومن يومها والأسطورة دي عايشة. الشركة بتقول إن الوصفة الأصلية مكتوبة في ورقة ومحطوطة في خزنة ضخمة في متحف عالم كوكاك أولا في أتلانتا، وإن ممنوع أي 2 يعرفوا الوصفة كاملة يسافروا في نفس الطيارة. السرية دي كانت سلاح تسويقي عبقري، وخلقت حالة من الفضول والغموض حوالين المشروب، بس كمان خلقت منافسين. أشهر وأشرس منافس لكوكا أولا كان طبعاً بيبسي كولا اللي ظهرت بعدها بكام سنة، ومن هنا بدأت حرب الكولا كوكا وارز، واحدة من أشرس حروب التسويق في التاريخ. بيبسي ركزت على إنها مشروب الشباب والاختيار الجديد، وعملت حملات إعلانية ضخمة زي تحدي بيبسي اللي كانت بتخلي الناس تدوق المشروبين من غير ما يعرفوا هما إيه، وأغلبهم كان بيختار بيبسي. وفي الآخر يا عزيزي، بعد الرحلة الطويلة دي في تاريخ الإزازة الحمراء من دواء في صيدلية لرمز من رموز العولمة والثقافة الأمريكية، الواحد لازم يقف ويسأل نفسه: هو إيه سر نجاح كوكاك أولا الأسطوري ده؟ هل هي مجرد الخلطة السرية اللي محدش عارفها؟ ولا هي العبقرية التسويقية اللي خلت المشروب ده جزء من حياتنا وذكرياتنا؟ يمكن السر الحقيقي هو قدرة كوكاك أولا إنها تبيع للناس مش مجرد مشروب، لكن إحساس بالسعادة، بالانتعاش، بالمشاركة، باللحظات الحلوة. قصة كوكاك أولا بتورينا إزاي فكرة بسيطة مع شوية تسويق ذكي وإصرار ممكن تتحول لإمبراطورية عالمية تغير شكل التجارة والثقافة والأكل والشرب في العالم كله. بس كمان بتفكرنا إن ورا كل براند كبير في أسرار وخلافات وقصص مش دايماً بتكون حلوة زي طعم المنتج نفسه.
وإن وعينا كمستهلكين بتاريخ الحاجات اللي بنستخدمها دي حاجة مهمة جداً. ودي كانت حكايتنا النهاردة اللي طعمها أصلي في نسمة صوت عن أسرار كوكاك. يا رب تكون استمتعت بالرحلة دي في كواليس أشهر مشروب في العالم. ولغاية ما نتقابل في حلقة جديدة وقصة جديدة من حكايات التاريخ اللي بتغير نظرتنا للحاجات اللي حوالينا، بنقولك استمتع بكل لحظة حلوة في حياتك، بس خلي عندك فضول تعرف الخلطة السرية ورا كل قصة. يا رب يومك كله نجاح وتألق، وكل لياليك أنس وفرح وسعادة.